السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الكل يعلم بالمراحل الأخيرة وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على إعدام الأسرى الفلسطينيين. طبعا وردت معلومات يعني قالوا وقفوا حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين من المقاومة الفلسطينية، ولكن يعني هذا الكلام وقفوا وليس ألغوا. نناشد كل المسلمين على امتداد الكرة الإسلامية والعرب على امتداد الوطن العربي: كونوا عونا لأهلنا في فلسطين، كونوا عونا لمجاهدين المقاومة الفلسطينية، كونوا عونا للحقبة الأخيرة التي تدافع عن أولى القبلتين، عن المسجد الأقصى. طبعا المسجد الأقصى يا أخوي بسياسة صهيونية منذ 60 عاما وأكثر هم ينجحوا في كل المؤامرات على المسجد الأقصى. طبعا المسجد الأقصى كان قضية، وأنا حكيت قبل هالمرة، كان قضية المسلمين، ونجح اللوبي الصهيوني بالتآمر الدول الصهيونية أو الدول الاستعمارية بتحويل القضية إلى قضية عربية، ثم نجح اللوبي الصهيوني بتحويل القضية من قضية عربية وقضية إسلامية إلى قضية فلسطين. ومن ثم يعني خلينا نحكي بعد التواطؤ العربي والتواطؤ يعني من الحكومة الفلسطينية نفسها مع حكومة محمود عباس، أصبحت القضية هي يعني قضية الأقصى ارتبطت في المقاومة الإسلامية بالحقيقة، يعني في فلسطين أو مجاهدين فلسطين. يعني صوروا هذا السكوت على أولى القبلتين، وهذا يعني تصغير هذا الحجم. حتى السنة يعني برمضان كانوا مانعين الصلاة، منعوا التراويح بالمسجد الأقصى ضمن صمت عربي وإسلامي بحت، والتهينا بحقيقة بحرب إيران وحرب أمريكا وإلى آخره، ونسينا المسجد الأقصى. نكرر النداء: المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص. كونوا عونا لأهلنا في فلسطين، كونوا عونا للمقاومة الفلسطينية، كونوا عونا لمجاهدين فلسطين. هذه الحقبة الأخيرة التي تدافع عن قضية فلسطين وتدافع عن المسجد الأقصى، كونوا عونا لهم. فلنخرج إلى الشارع ونخرج إلى الساحات من اليوم حتى يوم الجمعة، لتكون جمعة الدفاع عن مجاهدين المقاومة الإسلامية أو المجاهدين الفلسطينيين وعن الأقصى الشريف. يعني الصوت لازم يعلى. نعتذر من أهلنا، يعني بالحقيقة أهلنا في غزة وأهلنا في المجاهدين الفلسطينيين، يعني ما بيطلع بإيدنا شيء نحن إلا نعمل ضجة إعلامية. الكل يعني العالم العربي، العالم الإسلامي، العالم العالمي، جمعيات حقوق الإنسان وكلها كانت تتفرج كيف دمرت غزة وكيف قتل الشعب الفلسطيني وكيف قتل المجاهدين وكيف تم اغتيال خيرة القادات في الحركة المقاومة الإسلامية بصمت. يعني كما تفرج وكان يشاهد جميع العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم يعني والجمعيات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والجميع، كيف قتلنا نحن في سوريا وكيف هجرنا في سوريا وكيف اغتصبت أعراضنا في السجون وكبست جثثنا بالسجون، ولكن لا حياة لمن تنادي حتى أذن الله سبحانه وتعالى لنا بالنصر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأذن لأخوتنا في فلسطين بالنصر على هذا العدو الغاشم. نجدد النداء: حق شرعي وواجب وطني وإسلامي وديني أن ننزل إلى الساحات ونعلي صوتنا حتى يقفوا حكم الإعدام للأسرى الفلسطينيين. طبعا أعداد الأسرى الفلسطينيين لا يعرف عدد إلا الله سبحانه وتعالى،
طبعا هم بيقولوا 10,000 وهم بيقولوا 9,000، ولكن لا يعلم بالعدد إلا الله سبحانه وتعالى. المرصد السوري العام أمين أبو محمد في 1/4/2026. نسأل الله النصر لأهلنا في فلسطين.